سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي، يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت عمري الآن 23 سنة. من وأنا صغيرة ربي أنعم علينا بواسع فضله، كنا مبسوطين جدا في حياتنا. عندنا في القبيلة التعدد لازم على كل رجال، واللي ما يعدد ما يحسبونه من الرجال، والحريم عندنا متقبلات هذا الشيء. جاء اليوم اللي أبويا تزوج فيه وكنا مبسوطين، وأمي راضية وأحتوتها لأن زوجة أبويا صغيرة، وتأكلها من أكلنا وتعطيها وتحترمها وتحتويها، يعني ما قصرت معاها. وأمي من نوع الحريم الأصيلات اللي ما توقعت إن في يوم من الأيام البنت اللي كبرتها على إيدها وعطتها زوجها دمرها للأبد. إحنا 7 بنات و3 أولاد من أمي وأبويا. طبعا مرت أبويا انشغلت فينا، كرست حياتها للانتقام، خلت أبويا يشك في أمي. أول ما يجي أبويا من الدوام يرن جوال أمي برقم غريب، وبس أمي ترد يقفل. وكل يوم على هذه الحالة إلين ما أنزرع الشك في أبويا. وكانت دائما تكره أبويا في أمي. صار أبويا يختصرنا وما عاد يجينا ولا يصرف علينا، فانجبرت أمي إنها تشتغل وتصرف على 10 أطفال بمبلغ جدا بسيط. ومرت أبوي ما أشتغلي لها اللي صار، تبغى تدمر أمي، فصارت تتهم أمي بشرفها وإن إحنا مو بنات أبويا، وتعاير فينا، وشوهت صورتنا وشوهت صورة أمي عند قبيلتنا. ما حد صار يكلم أمي ولا يقرب صابنا، وأهل أمي ما ينشد فيهم الظهر، ما هم سند. وصار أبوي ينتقم من أمي من ضرب وإهانة دامنا، يذل أمي قدامنا بحكم إنها يتيمة الأب والأم، وخلاها تعيش خادمة لهم، ما خلى شيء عليها، قل مقدارها دام الكل، حتى الكل يحتقرها. وخوالي ما يقصرون في أمي ضرب وذل، وأمي حاولت إنها تتحمل عشاننا. خلعت أبوي وعاشت معانا وحاولت إنها تحمينا وما نعيش اللي عاشته هي. أمي خنقتنا بتدقيقها الغير طبيعي، حرمتنا من أشياء كثيرة، تعبير عن المشاعر، حتى ما في إحساس بالحب كحب أمومة، حب أخوان، ما فيه. معدومين الإحساس والمشاعر، جفاف عاطفي، دايما شحنات سلبية، ضرب وغلط وتجريح بالكلام. لأن أمي كانت تتحمل وتتأذى من أبويا، تيجي تحط حرتها فينا إحنا يا أولادها. دايما تقول لنا كلام مو كويس، دايما تقول لنا كلام يجيب المرض. ممنوع البنت تنعطى حرية، ممنوع تتنفس، لازم تكون مخنوقة، لازم البنت تكون تخاف، ممنوع تعبر عن رايها، ومو لازم إنها ترتاح، لازم تشتغل في البيت وما ترتاح إلا لما تجي تنام بس. وإذا أحد من العيلة شافوك سهران الساعة 9 الليل يكون فيك وسوون معك تحقيق. واستمرينا على هذه الحالة، وإحنا كل يوم نبكي على وضعنا، نتحمل أبونا ولا أمنا ولا إيش بالضبط. يا دوب يخلونا نتعلم إلين الثانوي بس. ممنوع جوال، ممنوع تطلعين، ما في تطلبين شيء، ما في تتمنين، ما في تروحين زواجات. كبرنا على الهم والغم والشقاء والشكوك. إحنا ال7 بنات كلنا وقعنا في فخ الحب. دورنا عن الحب خارج إطار العيلة. أول أخت لي توسلت الواحد متزوج إنه يتزوجها عشان ترتاح من عيشة أهلي، والثانية انضحك عليها وانفضحت في القبيلة كاملة، وصار الرايح والجاي بس أصفق فيها، والثالثة حظها نفحها وتزوجت بتعاني خفيف، والرابعة غلطت وانضحك عليها وانفضحت في العيلة وانضربت ضرب مخيف. ما أحب أذكر التفاصيل لأنها قاسية وتقطع القلب. زوجوا أخواتي 3 لأولاد عمي غصب عنهم، وبقيت أنا وأختي اللي أصغر مني. كنت دايما شاهدة على كل شيء، وبس أشوف أحد من أخواني يتآذى كأني أنا اللي قاعدة أتأذى، وتقطع عليهم من الألم، من قلة الحيلة، من قلة العواطف. ودي أحس بحب وحنية. وجاء اليوم المنحوس اللي أخو أبويا اعتدى علي وأنا عمري كان 12 سنة. ورحت وقلت لأبويا إيش صار، وأول ما قلت لأبويا جاني كف على وجهي وخفت. وأمي قالت لي صار معاك شيء، وكنت خايفة. قلت لها لا، لأني ببساطة خفت، أكيد إني بكذب. جلست عقدة في قلبي وساءت حالتي. وصل عمري 14 سنة، حبيت شخص برا قبيلتي، كان بيننا بس تبادل نظرات، وكان تفكيري بس أبغى أتزوج وأرتاح وإن ربي يعوضني عن كل شيء. كان في بنات بعمري بس عرفوا عن حبي لهذا الشخص حاولوا يستدرجوني على أني أكلم شباب وأخش في هذا المجتمع، بس كنت دائما أرفض وأبعد عنهم، إلين ما دمروا سمعتي في المدرسة وطلعوا عني كلام. وفجأة هذاك الشخص اللي حبيته بطل يحبني، والنظرات اللي كانت بيننا اختفت. وخفت وقتها أن أهلي يعرفون بحبي له ويجلسوني في البيت. قررت أني أبتعد عن هذه الأمور كليا، قررت أني أبدأ صفحة جديدة وأنسى الماضي. كان لي صحبة صالحة، حاولت أني أجتهد بالمدرسة، إلا أن أهلي كانوا يبغون علامات وتفوق، لكن بدون ما أدرس في البيت. كيف؟ ما أدري، بدون ما تطلبين أشياء للمدرسة، بدون احتياجات. تعذبت
مدرسة وتعليم ولا شغل بيت وكرف، وعالطالعة والنازلة تسمعين كلام يجيب المرض وضرب وإهانة. صرت أفكر أنا ليش مو محظوظة؟ حبيت إنسان وكذا صار، ليش ما عندي أهل كويسين؟ وقتها صرت أأذي نفسي، كان عندي عقدة ما أتكلم إلا ويدي على فمي، كان هذا الشيء يبان علي، كنت دايما ماخذة فكرة عني أني أنا بشعة ماني حلوة ولا فيني شيء حلو، كنت محطمة، لا شخصية لا ثقة بالنفس، كنت أحسد صحباتي على ثقتهم بنفسهم، على لبسهم، تعامل أهاليهم، وعلى طلعاتهم وراحاتهم، وأحتقر نفسي. صرت أقول هو أنا أصلا أنحب؟ يحبني شايفة وجهي أنا؟ أكيد البنات يحتقروني من ضعفي وإني أنا ما أستحق شيء أصلا. عشت سنتين تايهة بالأفكار، وصرت مهووسة بمقارنة نفسي بغيري. عانيت جدا، صار عمري 16 سنة وتعبت من الروتين، وصرت أعاني من أشياء كثيرة، آلام في الظهر، صار معي انقطاع، ولما تجي كنت أموت من الألم. وعندنا لازم 5 الصباح تكونين صاحية، ممنوع تشكي من شيء، ممنوع تقولين أبغى أرتاح، حرام نرتاح لأن إحنا هم، ولازم أحب يدي على أنهم خليني أعيش معاهم في البيت ومتحمليني. كان نفسي أني أهتم بنفسي وأكون حلوة، كنت أقول ما في حل إلا الزواج. خطبني واحد عمره 30 سنة وأهلي رفضوا، وأقول لنفسي إذا تزوجني هذا الشخص لازم أشكر ربي لأنه من وده يتزوج واحدة مثلي. حاولت إني أسرق جوال أمي وبحثت عن حساب الشخص اللي خطبني وتكلمت معه وقلت له إني أنا أحبه، واختلقت سيناريو كله كذب بكذب بس عشان يرجع يخطبني ويتزوجني مرة ثانية وأرتاح من العذاب اللي أنا فيه. وفعلا رجع طلبني ووافقوا أهلي بعد معاناة، لأن عمتي مرت أبويا طلعت هرجة أني أنا أكلمه ومدري، طبعا ما حد يعرف، لكن هي كذا رمتها رمي وصارت مشاكل، لكن بالأخير وافقوا. والحمد لله بعد خطبتي ب3 شهور قررت أني أعترف لخطيبي باللي صار معايا مع عمي، وقلت له، لكن ما قلت له الصدق، قلت له إنه فقط يعني خارجي ما صار شيء، وقال لي إن أنت صغيرة وهذا الذنب مو ذنبك وإن أنت ما لك دخل في الموضوع، وتفهمني. وقتها قديش ارتحت، حسيت إنه هم وأنزاح، لكن كان فيني شوية خوف لأني كذبت بالموضوع، لكني توكلت على ربي. بعد أسبوع اتصل علي خطيبي وقال إيش رأيك نطلع في الليل، ما حد يدري، ساعة ونرجع، ودي أشوفك ومشتاق لك. ضحك علي، وإحنا عندنا ممنوع تطلعين البيت، ممنوع تروحين المستشفى. قلت يلا، قويت قلبي وطلعت وأخذني المكان مقطوع وتهجم. وبعد انقطاع من ذيك جت وقتها، سبحان الله كيف صار الموضوع، وحسيت وقتها أنه هو ارتاح. وبعدها بأسبوع عرفت أنه حاول يعرف أني أنا إيش وضعي. معلش القصة تقريبا كلها تشفير بس حاولوا تفهمون أنتم. تزوجت بعد خطبة دامت 9 شهور، وكان أول 4 شهور من الزواج يجنن، كنا مبسوطين وفرحانين، هذه هي الحياة اللي أنا كنت أتمناها. لكن أم زوجي ما خلتني في حالي، تسمعني كلام، تحاول تجرحني وتأذيني بالهرج، تحطمني، تقلل مني، يعني كل ما أروح من عندها أروح بقلب مجروح ومكسور وزعلانة وأبكي، وأقول في بالي يا ربي هي ليه تعملني كذا؟ لو تدري أنا إيش عشت في حياتي. لكن ما يعلم بالقلوب إلا اللي خالقها. وللأمانة ما كنت أقول لزوجي شيء، ودي أعيش وما أكون سبب في مشاكل، وكنت كل ليلة أنام وأنا أبكي. كرست حياتي لزوجي وأمه، أطبخ وأغسل وأنظف، وأنا حتى مو مثل باقي الحريم، لا أطلب من زوجي ولا طلعات ولا روحات، لأني أنا اللي كنت أبغى أني أعيش مرتاحة وما أرجع عند أهلي، أتحمل كل شيء إلا أهلي، وهم استغلوا الشيء هذا. وفجأة زوجي تغير وصار يمد يده علي على أتفه الأسباب، ويلعن أهلي ويفضحني قدام أهله، وجيراننا يسمعون كل شيء، يسمعون صراخي من شدة الضرب، ما خلى شيء ما ضربني فيه. جسمي صار ملون، أخضر أحمر أزرق، ما كنت أقدر أنام، وفوق كذا إجباري اليوم الثاني أخدمهم. كنت أسكت وأصبر على هذا الوضع لأن ما عندي لا سند ولا عزوة. والطلاق الطلاق عندنا شيء عيب، والبنت هي اللي دايما غلطانة. وصاروا الناس يقولون إن أهلك مو كفو، ما عندهم دم يرضوا بنتهم كل يوم تنضرب زي كذا ويسكتوا، وينسمع صراخها كل ليلة. اتهموني بالكذب والسرقة أهل زوجي، وزوجي صار يشك فيني، وما بقى جوال عندي ما كسره، لدرجة أني صرت أشك في نفسي. تعبت من الضغط النفسي، صرت أشوف أشياء تختفي من قدامي، أسمع أصوات صراخ بنات صغار، أحس في أحد عايش معايا، وأحس في شخص يراقبني، وأجلس صاحية طول الليل ما أنام. جلست على هذه الحالة 4 سنوات، يئست، حاولت الانتحار، وفي آخر لحظة زوجي يلحقني
خليني أستفرغ الحبوب الله يكرمكم، يغمى علي ويخليني طايحة في الحمام عادي. صرت أتمنى الموت، غير أن ربي ما رزقني بأطفال. كل يوم حن وزن ليش ما أخلف، وكأن استغفر الله الموضوع بيدي. لكن بعد فترة حملت وأنا في شهري التاسع. طبعا أم زوجي ما كانت راضية أني أحمل، ما كانت تبغاني أنا أحمل. صارت تسوي مشاكل بيني وبين زوجي ويجي يضربني، وأكثر من مرة صار معي نزيف مرتين. ولكن ربي حمى طفلي. وفي يوم من الأيام اتهموني بشي مو فيني، وجاء زوجي وضربني ضرب مخيف وعلى بطني، وحسيت انه مو طبيعي اللي قاعد يصير. ما تركني لو انا مرمية على الارض، وادعي اقول يا رب تاخذ روحي، انا ما عاد اقدر اتحمل اكثر. واليوم اللي بعده صار معي نزيف، واترجى زوجي يوديني المستشفى، لكنه رفض وسحب علي وطلع مع اصحابه. وجلست اتألم، ما كنت عارفة ان الم الولادة. ما كان عندي قوة اني اطلب منه يوديني المستشفى، كنت اخاف منه خوف مو طبيعي. صرت اصرخ في البيت، اصرخ خلاص ولادة. فزعوا لي الجيران ويدقون على زوجي ما يرد، دقوا على أهلي وجو، وولدت وجبت ولد زي القمر. عاش معايا ليلة وتوفى. حسيت أني أنا اللي توفيت. كفنت ولدي بيدي، كانت وقتها أم زوجي تتمسخر لأني أبكي على ولدي. تقرت جثة ولدي وقالت كلام كل ما أتذكره ماني قادرة أنساه حتى على ولدي. مرت 2 على موت ولدي، لكن الكلمة اللي قالتها باقي في إذني. دعيت وقتها قدام زوجي إن ربي يقطع خلفتي منه، وعشت أصعب أيام حياتي لأن ما في أحد يحس فيني. جلست عند زوجي وربي رزقني بولد ثاني عمره 7 شهور، وحياتي متدمرة، ما عندي أي شغف لأي شيء. ولو ربنا ياخذ روح ولدي الثاني ما راح أقول له الحمد لله على كل حال، ما راح أبكي حتى، لأني تقبلت الأحزان وما عاد في شيء أثر فيني. اكتشفت مع الأيام إني جميلة، لكن أحزاني مسيطرة علي وأخفت ملامحي. أعيش اليوم جسد بدون روح. وذاك الحبيب اللي حبيته أبو نظرات رجع لقلبي، وصرت أتعذب أضعاف العذاب. شوق واشتياق وحنين، ما أدري إيش فيني، ما أدري، تخيلات وأحلام. إني بديت أخبص بالكلام، لكن أنا أعاني أكثر من معاناة. ولحد يومكم هذا أفرش سجادتي وأصلي، طلع انكساري وتذللي لله، وأقول يا رب إني جيتك مكسورة مخذولة من فعل عبادك، محطمة حزينة، وإن هذا أقصى شيء أتحمله، ما عاد أقدر أتحمل أكثر. اجبرني وعوضني. في داخلي أمل صغير بأن كل شيء تمنيته بيجيني، وإنه حتى لو تأخر بيكون أحسن من اللي تخيلته. حاولت أختصر كثير عليهم. وبس لهنا يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة. وبس يا حلوين، كان معكم رون، سلام.